بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناتنا. الأخبار الجزائرية 24. الملك محمد السادس يدعو الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى زيارة المغرب من أجل الحوار. نقلت وكالة الصفحات الفرنسية عن وزير خارجية المغرب نصر البريطاني أن الملك محمد السادس دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى زيارة المغرب من أجل الحوار. وأبلغ بريطانية الوكالات بأن الملك محمد السادس دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى زيارة المغرب للحوار بعد أن لم يكن ذلك ممكن خلال القمة العربية التي تقعد في الجزائر. تأتي هذه الدعوات بعد غياب الملك محمد السادس عن حضور قمة عربية منعقدة في الجزائر. وقال بوريتا في تصريح أن الصدر جلالة الملك تعليميات بإرسال دعوات مفتوحة للرئيس تبون أن لم يكن من الممكن إجراءات هذا الحوار في الجزائر، يشير إلى علاقات بين البلدين متوتر منذ عقود وزاد التطور في الفترات الماضية حتى قطعات دبلوماسية في أغسطس الماضي. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الأيام الأخيرة عن نيته زيارة الجزائر عاصمة حيث دعم الرئيس عبد المجيد تبون دبلوماسية مغربية. لم يأتي أي تأكيد من جانب الجزائر من خلال قنوات متحدثة بعد أن وفد المغربية في الجزائر عن ترتيبها مخطط لها لاستقبال الملك محمد السادس، معار عن أسف العدم وجواز أي الرد من خلال قنوات مناسبة. والسلام عليكم ورحمة الله وشكرا.